السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. أعاد الله عليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. الكلمة دي بنقولها كل سنة، بس الكلمة السنة دي مختلفة وبتفضل كل سنة مختلفة عن اللي قبلها. السنة دي مختلفة بإن الحاجة بقت آه، الأسعار يعني بقت مرتفعة ارتفاع فاحش، ارتفاع غير مبرر. وده ربما الله أعلم يعني ممكن يكون سببه آه، عدم الرقابة من الحكومة. وممكن برضو يكون الحكومة هي سبب الموضوع ده، لأنه انتوا عارفين مين المسيطر على مقاليد الأمور في البلد. يعني كلنا عارف مين اللي ماسك البلد ومسيطر عليها فعليا. فلما تبقى كل حاجة غالية وهو آه، انتوا عارفين مين اللي أقصده. الناس تجري تشتري منه كل حاجة لأن الحاجة بتاعته بتبقى رخيصة. فعليا بتبقى كل حاجة رخيصة. فأنا مش معقول يعني أروح للحد الغالي، هسيب الغالي وأروح مش معقول هسيب الرخيص وأروح للغالي. أكيد هروح الحد أقدر أشتري على قد فلوسي، مش هروح للغالي. فهم بيعملوا اللعبة الدنيئة دي، يعني بيخلوا الأسعار تبقى مرتفعة عشان الناس تجري تشتري منهم. طبعا الوضع ده ما عداش كده بالسهل، لأ. في ناس ربنا يكرمها اتحركت. أبرزهم في جزار في صعيد مصر، تقريبا في أسيوط تقريبا. بدأ يبيع اللحوم بأسعار مخفضة. آه، تقريبا كمان بيبيع بالقطعة قطعة وزنها مثلا 80 جرام بسعر كذا، قطعة 40 جرام بسعر كذا. طبعا حاجة تشكر انه يعمل حاجة زي كده. آه، مش ما جاتش من الحكومة اللي فشخة الناس فشخ البعير. ومحدش بيقول لهم انتوا بتعملوا ايه. كل حاجة يقول لك اصلاح اقتصادي، اصلاح مش عارف ايه، ولا اصلاح اقتصادي ولا زفت. البلد اساسا واقعة وما يعلم بها الا ربنا. وكل الوهم اللي بيعيشونا فيه ده كذب. والله اعلم وربنا يستر على مصر. يعني ربنا يستر. كل حاجة غالية، كل حاجة غالية، والناس خلاص بقت بتكح تراب. حتى التراب بقى غالي عليهم. ارحمونا ارحمونا، الله يخرب بيتكم. ارحمونا، مش قد الشيلة ما تشيلوهاش. كنتوا بتقولوا للمرحوم محمد مرسي 80 100 يوم يا دكتور مرسي وما عملتش حاجة وفشلت في كل حاجة. سيبها اللي يشيلها. سلختم وجلدتم في واحد قعد سنة فقط. قعد سنة واحدة، مش واحد داخل في 8 سنين ولا 10 سنين وما عملش أي حاجة. كل اللي بيعمله كباري ومدن مش عارف ايه. الناس مش هتاكل كباري، مش هتاكل مدن، مش هتاكل بيع الوهم اللي هو عمال يبيعه لينا. وإن مصر دولة خلاص على وشك إنها تبقى في مكانة تانية والهجس ده كله. ده واحد كذاب.
البلد غرقانة في ديون ما يعلم بها إلا ربنا. عدت ال4 مليار، 4 تريليون جنيه. وال4 تريليون جنيه ده مش هيشيلهم أنا ولا أنت بس، لأ، ده أحفاد أحفادنا هما اللي هيتضرروا من الوضع ده. يعني انتوا فشلة فشلة، وكلمة فشلة دي كلمة رقيقة عليكم. اللي أفضل لكم تغوروا في داهية وتسيبوا الكرسي للناس اللي خايفة على البلد، مش الناس اللي أساسا ما نعرف لهمش جنس ملتهم إيه. الله يخرب بيت أبوهم، الله يلعن اللي جابهم في البلد دي، الله يلعنهم. ارحمونا، الله يخرب بيتكم. الواحد خلاص من كتر الخنقة مش عارف يقول ايه ولا يعبر ازاي. ارحمونا، الله يخرب بيتكم، ارحمونا ارحمونا ارحمونا. البلد دي 80 سنة بتتسرق من ايام الفراعنة، وهتفضل تتسرق. ارحمونا ارحمونا شوية. يعني كل حاجة غالية، الزيت والسكر وكله. ايام المخلوع مبارك، اي نعم هو كان حد فاسد، بس ما كانش الفساد بالشكل ده. كان اياميه آه، التموين كان بيكفي كمان للشهر اللي جاي. مش دلوقتي التموين لفرد واحد ما بيكفيش اسبوع. يعني اسبوع ممكن تلاقي التموين ده خلص. التموين بتاعه ايه؟ هو ازازة زيت، على كيس سكر وكيس رز، بس يعني مفيش حاجة تانية. ولو في حاجة بسيطة هيبقى كيس ملح. فارحمونا ارحمونا. يعني حتى التموين ما بيكفيش، والظروف الاقتصادية صعبة، والمرتبات تعبانة، عمال بتزود في الجيش والشرطة، والشعب بيتنفخ، ما بتدوله الفتافيت. فارحمونا ارحمونا. و... ولازم يبقى في عدالة اجتماعية، لأن لو مفيش عدالة اجتماعية، عدم التوزيع العادل للثروات في مصر ده هيعمل مشكلة كبيرة. ممكن كمان يوصلنا لمجازر، لأن كل حاجة الجيش والشرطة كل شوية معاشاتهم بتزيد، معاشاتهم بتزيد ومرتباتهم بتزيد، والشعب الغلبان ما بياخدش إلا على قفاه. فارحمونا ارحمونا، الله يرحمكم. ارحمونا ارحمونا.